في العام 1824 عثر الرحالة الإيطالي برناردينو دوروفيتي على بردية نادرة في مدينة الأقصر بصعيد مصر. على الرغم من أن البردية تعود إلى العام 1150 قبل الميلاد، إلا أنها شكلت مشكلة كبيرة في علم التاريخ، ليس فقط التاريخ المصري ولكن التاريخ البشري بشكل عام. تعود البردية إلى الملك رمسيس الثاني، وتتحدث عن ملوك مصر في عصور ما قبل الأسرة. هؤلاء الملوك الذين تحدثت عنهم البردية ترجع عصور حكمهم لمصر إلى 33 ألف عام قبل الميلاد. كعدة مشكلات تواجه علماء الآثار في تحديد عمر الحضارة المصرية، بل وتزعجهم وتجعلهم يتعثرون في الإجابة على العديد من الأسئلة المتعلقة بالتاريخ المصري. واحدة من أكبر هذه المشاكل هي بردية تورين. تعد بردية تورين مشكلة كبيرة في التاريخ المصري القديم، لا يمكن تجاهلها، كما أنه من الصعب جدا الاعتراف بما تحويه، لأنه ببساطة قد ينسف ما نعرفه عن التاريخ المصري نسفا. تحدثنا في البحث السابق عن المؤرخ المصري مانيتون ومؤلفاته، الكاهن الذي أرخ التاريخ المصري القديم في عهد بطليموس الثاني، وكان ذلك في سنة 280 قبل الميلاد. على الرغم من أن مانيتون هو صاحب تقسيم الحضارة المصرية إلى 3 عصور: المملكة القديمة، المملكة الوسطى، والمملكة الحديثة، وهو التقسيم المعتمد حتى الآن، والذي يتكون من 31 أسرة حكمت مصر. ومع ذلك فقد أوضح أيضا في كتاباته أن عصر الأسرات هذا هو العصر الأخير للإمبراطورية المصرية والأقل تقدما وازدهارا، وأن تاريخ الحضارة المصرية يعود إلى 33 ألف سنة قبل حكم الملك نارمر. استندت فترة تاريخ مصر المفقود، والتي وفقا لحسابات بعض علماء الآثار تعود إلى 36 ألف سنة، إلى كتابات المؤرخ المصري مانيتون، وكذلك إلى بردية مصرية قديمة هي الآن في إيطاليا. ومع ذلك يستبعد فريق آخر هذا الاعتقاد، ويعتقد أن أرقام بردية تورين لا تدعمها أي تأثيرات على الأرض. يفسر خبراء الآثار بعض أرقام بردية تورين التي هي الآن في إيطاليا وتأخذ اسمها من اسم المدينة الإيطالية على أنها تشير إلى التاريخ المفقود وغير المعلن في مصر. يعود تاريخ بردية تورين إلى عهد الملك رمسيس الثاني، وكانت مكتوبة بالخط الهيراتيقي. تم اكتشافها في العام 1818 في البر الغربي لصعيد مصر، بطول 2.6 متر وعرض 25 سنتيمتر. في كتابه رؤى جديدة في تاريخ مصر القديمة، يشرح الدكتور رمضان عبده أستاذ التاريخ المصري القديم في عدة جامعات مصرية أهمية بردية تورين، قائلاً: تعد هذه البردية من المصادر الأولى التي يعتمد عليها علماء المصريات لتحديد عهود من حكموا مصر من حكام ما قبل الأسرات وحكام عصر الأسرات حتى الأسرة 18، وكان عددهم 340 ملكاً. تخيل معي 340 ملكاً حكموا مصر حتى الأسرة 18. من الصعب تخيل هذا، إلا أن هذه البردية لا تتحدث عن امتداد التاريخ المصري زمنياً بطريقة مرسلة، بل تسجل اسم كل ملك من هؤلاء الملوك، وأيضاً فترة حكم كل منهم بالسنة والشهر واليوم، في عمل يصفه البعض بالدقة المذهلة. انقسم العلماء بين مؤيد ومعارض لهذه البردية. أحد مؤيدي تقسيم التاريخ المصري وفقاً لبردية تورين هو الدكتور أحمد صالح، مدير منطقة أسوان الأثرية في صعيد مصر. يقول الدكتور صالح في مقابلته مع إحدى الصحف المصرية إن بردية تورين تكشف عن تاريخ مصر المفقود الذي يعود إلى 33 ألف سنة قبل الميلاد. ويوضح الدكتور صالح تفسيره بأن ما يعرف بأتباع حورس، أو كما أطلق عليهم المصريون القدماء شمس حور، وهو تعبير ظهر لأول مرة على بردية تورين عندما ذكر الحكام الذين حكموا قبل الأسرة الأولى، وأعطتهم البردية فترة حكم 13420 عاما
وهذا يحدد الشخصيات التي حكمت مصر. ويتابع صالح: يشير التاريخ وفقا للبردية إلى أن الحكم في مصر كان مقسما إلى عدة أقسام: فترة ملوك الآلهة أو أشباه الآلهة، فترة الملوك المبجلون أو الكهنة من رجال الدين، فترة أتباع حورس أو شمس حور، فترة الملوك. وتشير المجموعة الأخيرة إلى حكام الأسرات الثلاثين الذين حكموا مصر منذ توحيد البلاد حتى غزو الإسكندر الأكبر لمصر. ويتابع الدكتور صالح: يحاول الباحثون دمج بعض هذه الفترات أو مساواة فترة الملوك المبجلون مع شمس حور في بردية تورين، بحيث يكون تاريخ مصر المفقود حوالي 33 ألف سنة. وهذا رأي علماء الآثار بشكل عام، وأنا أتفق مع هذا الرأي. أنصار التفسير القائل بأن البردية تكشف على الأرجح عن تاريخ مصر المفقود ليسوا فقط في مصر. من كتابها إضاءة جديدة على المعرفة الروحية القديمة، الألغاز المصرية، تقول الكاتبة الفرنسية لوسي لامي إن بردية تورين سجلت فترتين في تاريخ مصر قبل عصر الأسرات، ووصفتهما بفترات حكام أصحاب النور، وتقدر بنحو 36,620 عاماً. وفي المقابل يرفض أثريون مصريون تلك التفسيرات، ويرون أن الرجوع بتاريخ المصريين القدماء إلى 40,000 عام قبل الميلاد لا يوجد ما يثبته على أرض الواقع. من هؤلاء عماد وهدان الباحث الأثري الذي يقول في حديثه لنفس الصحيفة أيضاً: هذه الفترة هي من وحي خيال الكهنة المصريين القدماء، ولا توجد أي دلائل تركها حكام في هذه الأزمنة الغائرة في القدم، لا دلائل مادية ولا أي توثيق لهم في أي أثر غير هذه البردية، وينطبق على نظريات النشأة الأولى. ويتابع وهدان مضيفاً: الأكيد أن أحداث النشأة كانت قبل خلق البشر، فبالتالي هي غير مشهودة، وما وصلنا من هذه النظريات إنما هو نتاج وحي الكهنة. أما الدكتور سليم حسن فكتب في موسوعة الحضارة المصرية أن بردية تورين ذكرت عدداً كبيراً من الملوك النكرات، بمعنى الذين لا نعلم عنهم وعن حياتهم شيئاً. وهذا ما ذكره أيضاً الدكتور أحمد فخري الملقب بشيخ الأثريين في مصر. وقد أكد المؤرخ اليوناني هيرودوت هذا بالفعل بما ذكره في كتاباته نقلاً عن كهنة مصر في تاريخهم، بأن عدد 340 ملكاً مصرياً قد حكموا فترة 11,340 سنة. هنا نعود إلى كتابات المؤرخ مانيتون السمنودي لنلقي الضوء على هذه المعضلة. قد عرفنا في الفيديو السابق أن كتب مانيتون قد تم إحراقها في حريق مكتبة الإسكندرية، ولكن بالرجوع إلى كتابات المؤرخين الذين نقلوا عن مانيتون نستطيع جمع بعض مما كتبه. فقد ذكر المؤرخ يوسابيوس القيصري عن مانيتون أنه ذكر 3 حقب قبل عصر الأسرات، وأن عصر الأسرات يسميه البعض خطأ بعصر الفراعنة، وهو ليس صحيحا، إنما التسمية الصحيحة هي عصر الأسرات. هذه الحقب 3 هم المبجلون، أتباع حورس أو شمس حور، ملوك العاد. وهذه الحقب 3 قد استمرت 28 ألف عام. ولقد قام يوسابيوس القيصري بإبداء شكه في ضخامة الرقم، وقال إنه ربما يكون خطأ في الكتابة، وكان يقصد 28 ألف شهر مثلا. أما المؤرخ ديودورس الصقلي فقد ذكر في روايته جزءا مما نقله عن مانيتون، وقد أرجع التاريخ المصري إلى 33 ألف عام قبل عهد الملك نارمر في بداية عهد الأسرات، أي أن عمر الحضارة المصرية بمختلف عصورها طبقا لنقل ديودورس الصقلي يصل إلى 36 ألف عام. وقد نقل الكثير من المؤرخين الأجانب والعرب في مؤلفاتهم عن مانيتون وغيره، وقد أرجعوا جميعا عمر الحضارة المصرية إلى عشرات الآلاف من السنوات، وذلك قبل العهد الأخير المسمى بعهد الأسرات. فبالنظر إلى الخط الزمني للتاريخ المصري منذ ميلاد السيد المسيح سنضع قبله العصر الروماني، وقبله العصر البطلمي، ويأتي قبله عصر ملوك الأسرات المسمى مجازا بعصر الفراعنة.
ونجد قبل ذلك مجموعة كبيرة من الحضارات والمجتمعات التي عاشت منفردة من غير دولة موحدة مركزية، مثل النقادة، البداري، الفيوم، وخور موسى وغيرها. وقبل كل ذلك فترة يتم وصفها بمصطلح ما قبل التاريخ، أي لا نعلم عنها أي شيء. وهذه الفترة تحديدا المعروفة بفترات ما قبل التاريخ هي ما قام المؤرخون من أمثال مانيتون وغيره بتقسيمها إلى عصور وملوك وحقب تاريخية، بل وجعلوها أعظم شأنا من عصر الأسرات، وأكثر تقدما وعلوما وقوة بكثير. فوفقا لبردية تورين وكتابات مانيتون وعشرات المؤرخين، يمكننا أن نجمع عصور ما قبل الأسرات إلى التقسيم التالي: فترة الملوك الآلهة أو أشباه الآلهة، فترة الحكام النورانيين أو كما يطلق عليهم فترة المبجلون، فترة ملوك العان، فترة أتباع حورس أو شمس حور، الفترة الأخيرة من ملوك مصر. هذه الفترات على الرغم من تدوينها في الكثير من المصادر التاريخية، إلا أن المؤرخين الحاليين والأثريين يتعمدون تجاهلها وكأنها لا وجود لها. كل هذه المعلومات تم ذكرها على لسان نخبة من خيرة الأساتذة، من أمثال الدكتور سليم حسن والدكتور أحمد فخري وغيرهم كثير، ولكن الواضح أن ذكرهم لهذه المعلومات يخلو تماما من أي تفسيرات لهذه العصور والملوك المذكورة فيها بشكل يدعو للدهشة. فيوجد تناقض كبير بين رؤية كل من بردية تورين وكتابات مانيتون والمؤرخين القدامى التي ترجع التاريخ المصري إلى 36,000 عام من ناحية، ومن ناحية أخرى رؤية الأرقام المذكورة في كتب التاريخ الحالي التي تحصر التاريخ المصري في فترة 5,000 عام فقط. وإذا كان هناك اختلافات بين بردية تورين وكتابات مانيتون وبعض المؤرخين، فهو اختلاف بسيط بالنسبة لطول هذه الفترة المقدرة بنحو 36,000 عام، وهو اختلاف في بضعة آلاف من السنوات، يجعل التاريخ المتفق عليه في فترة من 30,000 إلى 36,000 عام. وقد يرجع هذا الاختلاف إلى سهو في النقل أو إبداء رأي شخصي أو اختلاف تقويم بين عصور مختلفة، ولكن المجمع عليه أن هناك عصور كاملة من التاريخ المصري قبل عصر الأسرات لا نعلم عنها أي شيء، أو ربما تم حجب بعض المعلومات لسبب أو لآخر. ولكن هل بردية تورين وكتابات مانيتون وبعض المؤرخين هم فقط مصادر هذه المعلومات؟ الإجابة بالطبع لا. في الحلقة القادمة سنقدم أدلة أخرى توضح مدى قدم الحضارة المصرية في التاريخ. إذا أعجبك محتوى الفيديو فأرجو الاشتراك في القناة ليصلك أول بأول ما يتم نشره. فإلى اللقاء.